نادي انبي زعيم الانديه البتروليه بيستهل مشواره في بطوله كاس عاصمه مصر بفوز غالي ومثير على النادي الاهلي في الوقت بدل الضايع. هدف للبديل الناجح، البديل السوبر احمد زكي بيكافئ بيه المدرب المجتهد والمحترم حمزه الجمل اللي لعب جيم في الشوط الثاني محترم جدا، بيكلل مجهوده بالنجاح. واحمد زكي بيسجل هدف يساوي 3 نقاط يتصدر بيهم ترتيب المجموعه الثالثه. ياتي في المركز الثاني فاركو، المركز اللي فريق معاه نقطه. النادي الاهلي بلا نقاط في المركز الرابع. اكرم توفيق بيغطي الاوفسايد وسط غفله في دفاع من نادي الاهلي ككل بعد تصدي محترم من حمزه علاء، ولكن احمد زكي بيقتنص ال3 نقاط لنادي انبي. كذلك الامر محمد سمير الظاهره بيحرمنا من اسيست علي معلول اللي كنا هنقول له عودا حميدا، وربما كانت تكون هي يعني كره المباراه وهدف المباراه والاهلي ياخد بيهم ال3 بونت، لكن محمد سمير بيمنعنا من هذا الاسيست الرائع. اجمل ما في المباراه بقى ان احنا بنشوف عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه، اللعيبه اللي جابوا لنا بطوله نهائي القرن الشهير، راسيه السوليه في الهدف الاول والقضيه لمحمد مجدي قفشه. النهارده بنشوفهم بقى يعني كلاعيبه خبره، كان جم صف تاني. دوام الحال من المحال في كرة القدم. كذلك بقى على الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي بنشوف النهارده محمد نجيب، واحد من أساطير الدفاع في النادي الأهلي. على الجانب الآخر بقى بنشوف احمد عبد الظاهر وبنشوف احمد فتحي. كان ناقص محمد ابو تريكه بنلعب نهائي 2013، وكذلك طبعا كان موجود محمد حمص، واحد من اللعيبه المحترمه جدا وافتكرناه النهارده بقى بهدفه في مرمى ايطاليا في كاس العالم للقارات. دوام الحال من المحال، كره القدم كل يوم في حال. مبروك لإنبي بتصدر المجموعه الثالثه، مبروك ال3 نقاط، بالتوفيق للاهلي في القادم ان شاء الله.